منوره يا حماتي. ده نورك يا حبيبتي. حلو الشاي؟ حلو قوي يا سكر. طيب ما تقومي تحركي نفسك كده عشان خاطر مفاصلك. احرك نفسي ازاي بس يا بنتي؟ ما انت عارفه لا بقدر اقوم ولا بقدر اقف. معلش يا حبيبتي، الف سلامه عليكي. انا بس بقول كده علشانك لانهم بيقولوا في الحركه بركه، وانا عايزاكي كده تتحركي عشان تهضمي الاكل اللي اكلتيه. قصدك علشان احلل اللقمه اللي باكلها ببيت ابني؟ مش كده برضه يا ريم؟ والله بقى افهميها زي ما تفهميها، ما هي دي كمان ما بقتش عيش، وانا بصراحه بقى زهقت. ايه ده في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ صوتكم عالي وجايب لحد اخر الشارع ليه كده؟ تعالى يا محمد شوف امك حاطه نقرها من نقري من ساعه ما سابت بيتها وجت قعدت هنا. في ايه بس يا امي؟ والله يا ابني ما عملت حاجه. يعني انا كدابه؟ طب اسمع بقى يا محمد، فهم الست دي انها لازم تحترم ست البيت اللي هي قاعده فيه. مش كفايه ان انا بشتغل لها خدامه وبنظف من وراها وبشيل من وراها حاجات قد كده، وبصراحه بقى دي مش شغلتي. في يا ريم؟ حافظ على كلامك شويه يا امي. يا حبيبي امك على عيني وعلى راسي، بس امك انت تشيل شيلتها. وبعدين احنا متفقين ومن اول يوم لا امك ولا امي يتدخلوا في حياتنا، ولو هيجوا البيت ده يجوا كضيوف. مش يفضلوا مقيمين. ايوه يا ريم، بس انا امي عايشه لوحدها وامي تعبانه وسابت شقتها وجت قعدت هنا عشان محتاجه حد يرعاها، وانا ابنها الوحيد. وانا مش فاتحه بيتي مستشفى. وبعدين بقى بصراحه انا بعدي حاجات كتير عشان خاطرك. البيت بقت ريحته تقرف، مكمكم من ساعه ما امك شرفت فيه، وانا عماله بنظف وبشيل ومستحمله وبقول معلش يا بت عدي عشان خاطر جوزك. لكن لما تيجي بقى لحد الحاجات اللي بتختفي من البيت والفلوس، لا هنا يبقى في كلام تاني. يا انا يمك يا محمد. يا انت يا هي؟ لا ده اختيار صعب عليا قوي يا ريم، بس تعال اقول لك على سر، حاجه تبقى بيني وبينك. انت طالق يا ريم. انا مفيش حاجه في الدنيا تقدر تخير بيني وبين امي. انت بتطلقني يا محمد؟ اهو، واحمد ربنا ان هي جت على قد كده. انا كنت ممكن اقوم ادفنك مكانك دلوقتي، بس عشان خاطر الست اللي قاعده دي. بس بتطلق مراتك يا محمد؟ ده احنا كلمه طلع عمرها ما اتقالت في عيلتنا. لا اتقالت، ولسه ما اتخلقش ام اللي يخيرني بينك وبين اي حاجه تاني في الدنيا. ومين قال لك ان انا هبقى كده راضيه؟ ورحمه ابوك يا محمد في تربته، لو ما رديت مراتك ودلوقتي حالا لن تبني ولا اعرفك العمر كله. يا امي بس ولا كلمه، اللي بقوله يتنفذ. ورد مراتك. حاضر يا امي. وعلى فكره بقى مراتك عندها حق يا ابني، ده بيتها، من حقها تعيش بحريتها. حقك عليا يا ريم، حقك عليا يا بنتي. انا ليا شقتي اعيش فيها براحتي، بس عاوزه اقول لك حاجه يا ريم، الدنيا سلف ودين، واللي هتعملي النهارده بايدك الشمال صدقيني هيرجع لك بكره بايدك اليمين يا ريم. وبعدين بقى يا محمد، وانت هتفضل كده لحد امتى؟ امك الله يرحمها ميته بقالها اسبوعين، وانت مكتئب وقافل على نفسك ومش راضي تكلم حد ولا تتعامل مع حد. الله يرحمها يا حبيبي. انا حاسس اني قصرت مع امي دي. لا ما تفكرش كده ابدا، بالعكس ده انت كنت كل يوم عندها وقاعد تحت رجليها وبتخدمها وبتشوف طلباتها. هو ان جيت للحق انت قصرت في حق انا، بس معلش هعديها لك علشان بس بحبك وعشان عارفه غلبة الام. شايفه كده؟ انا عارفه ان انا مهما قلت مفيش حاجه هتتغير. امك ست طيبه وهي اكيد في مكان احسن دلوقتي. والله انا كنت بحبها جدا وبعزها وكانت غلاوتها في قلبي كبيره. سيبك بس من الكلام ده يا ريم، فكك من الدخلات بتاعتك دي، انا حافظها كويس. قولي انت عايزه ايه وخلاص، هاتي من الاخر. بص انا عارفه ان انا ماليش حق في اللي انا هقوله ده، واحنا متفقين من اول يوم ان لا امك ولا امي هيتدخلوا في حياتنا ولا هيقعدوا معانا في البيت، صح؟ حصل، ورا امي نفذت الاتفاق ده واخر ايامها باتت في بيتها لوحدها. قولي لي بقى كده من الاخر، انت عايزه ايه؟ بص، هي المشكله في أمنا. اخويا الندل الواطي ضحك عليها وبيعها البيت وهيطردها في الشارع، وهي ست كبيره وصاحبه مرض، ما ينفعش اسيبها. فانا عايزاها تيجي تقعد معانا هنا، لان هي ملهاش حد غيري يرعاها، وانت قلبك كبير وحنين، مش هيرضيك يعني ان انت ترمي ست كبيره في الشارع. هيرضيك يا محمد؟ هتعمل كده؟ بص يا ريم، انا مش لايم عليكي في حاجه، ولا على غدالتك ولا على قله اصلك ولا على بجاحتك حتى. انا لايم على امك دي. امك دي هي اللي ربتك التربيه اللي انت فيها دي دلوقتي، لكن انا امك الله يرحمها عرفت تربيني كويس وعلمتني ان انا ما بردش الاساءه بالاساءه. هات امك تعيش معاك هنا يا ريم. ربنا يخليك ليا يا حبيبي وما يحرمنيش منك انا عملت كده اكرامك بس لسنها، مش عشانك انت ولا حاجه. هسيب لك الشقه تقعدوا هنا فيها لوحدكم، ولو ان انا عارفه ان انت بتقول الكلام ده من ورا قلبك، بس حقيقي جميلك ده هيفضل فوق راسي ومش هنساه ابدا.
ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. لا ولا تشكريني ولا حاجه يعني. انت كان ليك عندي امان وعايز اديها لك. امانه ايه دي؟ ودي ايه دي بقى ان شاء الله؟ ورقه طلاقك. انت بتقول ايه؟ طلقتك تاني يوم بعد امي توفت على طول، طلاق غيابي. ما قدرتش استحمل. الست اللي انا كنت عايش معاكي عشانها خلاص الله يرحمها. انت ما بتلزمنيش خلاص. الشقه دي انا هسيبها لك، خليكي عيشي فيها بقى انت وامي، ولما ان شاء الله ربنا يفتكرها نبقى نتفاهم.